منى، مبروك يا منى، احنا نجحنا. وعشان المناسبة السعيدة دي هعمل حدث ما حصلش. أنا هعزمك على مشروب في الكافيتيريا، وكمان عشان عندي كلمتين عايز أقولهم لك على انفراد. أنا كنت معجب بيكي قوي من زمان، وكنت مستني لغاية ما نتخرج. بس انت لسه ما كونتش نفسك. نعمل خطوبة لحد ما جواب القوى العاملة يجي، واشتغل واكون نفسي ونتجوز. بقالنا 3 سنين مخطوبين وانت لسه ما كونتش نفسك. كفاية لغاية كده يا منى. أنا أعمل إيه؟ جواب القوة العاملة لسه ما جاش. لما يبقى يجي بقى وتكون نفسك يبقى تعالى. براعي، هو جواب القوة العاملة لسه ما جاش؟ لا لسه ما جاش والله يا استاذ احمد. طب أشوف لي شغلانة لحد ما يوصل جواب القوة العاملة. الجواب وصل يا استاذ احمد، مبروك. تصور انه جالي جواب القوة العاملة وانا هبلغ سن المعاش السنة الجاية. مش هلحق اكون مستقبلي واتجوز من منى. يا منى، يا حبيبتي يا منى، يا حبيبتي يا منى. أنا قلقانة قوي يا أبو سعيد. سعيد راح الصبح يشوف النتيجة، لا جه ولا حتى اتصل يطمنا. هاي نجحت 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 شوفي مين على الباب يا ام سعيد. ده أكيد سعيد. عملت إيه يا سعيد يا ابني؟ نجحت يا ماما الحمد لله. وناوي على ايه دلوقتي يا سعيد يا ابني؟ هريح شوية يا بابا لحد ما جواب القوى العاملة يجي. يا واد، بدل ما انت قاعد قدام التلفزيون كده ما تقوم تشوف لك شغلانه. لما يجي جواب القوى العاملة يا بابا سيبنا اتفرج. يا ابني اصحى بقى، قوم شوف لك شغلانه. يا بابا لما يجي جواب القوى العاملة. يا ابني بدل ما انت قاعد على القهوه كده ما تقوم تشوف لك شغلانه. لما يجي جواب القوة العاملة يا عمي. شوفي مين على الباب يا ام سعيد. بسطة، جواب القوى العاملة وصل. الجواب وصل أخيرا يا سعيد. سعيد يا ابني، مالك يا حبيبي؟ يا قلب أمك يا ابني. زغرتي يا ام سعيد، ده جواب القوى العامله ده ليا مش لسعيد.